السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها rotate image. You are given an n by n 2D matrix representing an image. Rotate the image by 90 degrees clockwise. You have to rotate the image in place, which means you have to modify the input 2D matrix directly. Do not allocate another 2D matrix and do the rotation. مديني هنا ماتريكس n by n او مصفوفه يعني، وكانها زي صوره. هنلف العناصر بتاعتها بزاويه 90 درجه. ازاي؟ انا عندي مثلا المصفوفه دي 1 2 3 لغايه 9، هنلفها بالشكل ده، بحيث الصف ده هيكون اخر عمود هنا، والصف ده هيكون العمود اللي في النص ده، والصف ده هيكون العمود ده. هي دي كل الفكره من ورا الالجوريثم، ان احنا نلفها وكأنها زي صورة بزاوية 90 درجة. ده اكزامبل تاني، الصف ده بقى العمود ده، الصف ده بقى العمود ده، والصف ده بقى العمود ده، والصف ده بقى العمود ده. لو متاح لينا نعمل مصفوفة تانية ونحط فيها النسخة الجديدة بعد ما تعمل لها روتيشن هتبقى اسهل، ولكن هو محدد لنا بيقول do not allocate another 2D matrix and do the rotation. هو عايز الروتيشن يكون in place، اي حاجه اي موديفيكيشن هنعمله هيكون in place في الماتريكس نفسها اللي هيديها لنا كانت. فالموضوع ده هنعمله ازاي؟ هو الكود حرفيا كله عباره عن 2 فور لوبس جوه بعض، بس معمولين بطريقه معينه. ازاي؟ هنخزن في الاول اللينث بتاع الماتريكس هي n by n، فمش هتفرق بقى ان نخزن ماتريكس دوت لينث او ماتريكس اوف زيرو دوت لينث، كده كده هما الاثنين نفس اللينث، يعني هي n by n مش مثلا m by n فالطول مختلف عن العرض، لا الطول والعرض نفس القيمه. فهنخزن ال n بتساوي ماتريكس دوت لينث. اول لوب دي اللي هتلف على الصفوف، احنا هنلف على نص الصفوف بالظبط، والاعمده هنلف من قيمه i لغايه n minus i ناقص 1. هي الفكره في ايه؟ احنا مش عايزين نلف كل قيم الاي وكل قيم الجي، لان الفكره احنا بنعمل شويه تباديل. التباديل دي لو كملنا في الاي والجي للاخر، ساعتها لما نيجي لحد النص هنكون عملنا تبديل، النص الثاني هنقوم عاملين تبديله مره ثانيه. يعني مثلا وكاني بقول كده، وكاني مثلا عايز اعكس الاري دي، انا قمت عاكس دي مكان دي ودي مكان دي، وجيت هنا المفروض اوقف، لا قمت مكمل بقى، قمت عاكس دي مكان دي ودي مكان دي، فهيطلع لي نفس الاري بالظبط. فهنا يعتبر نفس الكلام، هوقف في الاي لحد النص، والجي هيبقى بدلاله الاي. جوه هنا بقى انا هعمل 4 تبديلات، لان انا عندي 4 اطراف او 4 ضلوع، التوب والليفت والرايت والبوتوم. احنا هنسيف الاول اول ضلع وليكن مثلا التوب، وهنمشيها زي عكس عقارب الساعه كده. هنسيف التوب اللي هو الماتريكس اوف اي وجي، وهنعدل في التوب هنحط فيه قيمه الليفت اللي هو الماتريكس اوف اي وجي ده التوب، ماتريكس اوف ان ماينس جي ماينس 1 واي ده الليفت. ليه؟ الليفت هتحرك فيه كصفوف مش كاعمده، فالعمود كده ده الكولوم ثابت، انما الصف هتحرك فيه فوق وتحت، فبالتالي هيبقى بدلاله الجي. طيب البوتوم هيكون ماتريكس اوف ان ماينس اي ماينس 1 وان ماينس جي ماينس 1. البوتوم انا هتحرك فيه شمال ويمين، فهتحرك بدلاله الكولومز، فبالتالي هحط فيه الجي، وهو عشان تحت خالص مش فوق مش التوب، فهحط فيه ان ماينس اي ماينس 1 مش اي على طول. فكده حطيت البوتوم في الليفت، بعد كده احط الرايت في البوتوم، بعد كده التوب في الرايت. انا بمشيها عكس عقارب الساعه، انا سيفت الاول دي قبل ما اعدل فيها، بعدين حطيت الليفت في التوب، بعدين البوتوم في الليفت، بعدين الرايت في البوتوم، بعدين التوب في الرايت. كنا واقفين من شويه عند الرايت في البوتوم. الرايت هنا ايه اللي هيتغير فيه؟ الرو هتتغير لان انا تطلع فوق وتحت، وعشان هي على الرايت يعني على الاخر على اليمين خالص، فهحط ان ماينس اي ماينس 1 مش اي على طول، لان اي هتكون على الشمال كده خالص. وبعد كده في الاخر هنحط التوب في الرايت اهي، والتوب دي قيمه التمب اللي كنا مخزنينها فوق. ده كده بعد ما عملنا سبميت بيتس 100% اهو. كل الحلول يعتبر زي بعض، ده مش الله حل مختصر بكتير يعني. الحل ده بالفعل برضو بيتس 100%، ممكن ابقى ابص عليه بعدين، بس يعني هو اللي احنا شرحناه من شويه ده يعتبر الحل الستاندرد اكتر. هنا برضو هو بيلعب على تركايه، ان لو انا عملت التباديل بشكل عادي زي ما بيعمل هنا، الاليمنت اللي عند اي اوف جي وعند جي اوف اي يعكسهم كل شويه، بيطلع في الاخر نفس الريزلت، بس كل صف بيبقى معكوس. عشان كده هو عامل ماب اكس دوت ريفرس بحيث يمشي على كل صف يعكسه فتطلع الناتج مظبوط. بس ما علينا، شفنا الحل ده وشفنا الحل ده، ويعني عادي كله شغال. فبس كده، شكرا.